ده اهم ماتش الاهلي في الموسم قدام بيراميدز. قلت لك يقدر ضربة جزاء كولر مشي. جمهور الاهلي بيستعد لدخله بالجلاد زي ما انتم شايفين كده، ويعني دخله بالجلاد لجمهور الاهلي ربنا يستر. نبدا بدخله جمهور الاهلي، ويعني هسيب لكم انتوا التعليق، مش هقول رايي في الموضوع ده. انا كل ماتش لما بشوف جمهور بيراميدز ده بصراحه يعني بستغرب جدا من الدنيا. رامي ربيعه بيتالق وبيجيب الجون الاول في نفسه. الحكم راح يشوف الفار بس انا مش عارف ليه. يا ترى الفار ده كان ليه احمر طيب ولا ضربه جزاء ولا هيعمل ايه؟ طرد. خلص الشوط الاول واعتقد الاهلي لازم ينزل جافارديول اللي هم جايبينه ده، هو على الاقل مهاجم، خصوصا ان بيراميدز بيلعب ناقص واحد، فالاهلي ما قداموش اي حل تاني غير ان هو يهاجم لانه لازم يكسب. بدأ الشوط الثاني دلوقتي وفعلا جراديشار هو كان اول تغيير للاهلي بين الشوطين. ضربه جزاء لبيراميدز، جول مصطفى فتحي. الاول للاهلي، رامي ربيعه جاب جول في نفسه وراح جاب جول على طول. جول الاهلي، قلت لك يقدر الثالث حلوه هنا يا قفش. اخر 10 دقايق في ماتش الاهلي لازم يكمل ضغطه ويجيب جول يقتل بيه الماتش. ايه ده، هيجيب جول بجد ولا ايه؟ بس لازم يخاف ما يلبسش جول. دقيقة 86 والفار تقريبا بيكلم البنا. ضربة جزاء. خلص الماتش 2-2. الاهلي كان في ايده يكسب بصراحه، بس يعني ما اعرفش اقدر اقول على ضربه جزاء امام دي ايه، يعني قولوا انتوا بقى. ويلا بينا على مؤتمر كولر نشوفه هيقول ايه. الراجل مدرب بتاع بيراميدز دخل فشخ الدنيا في المؤتمر الصحفي. انا بقالي 6 شهور ما شفتش امي تعبانه، مش عايزين يتكلموا على التحكيم، والمدرب عايز يتكلم، كولر عايز يتكلم. يعني كولر هيقوم ويسيبنا ويمشي. كولر مشي. احنا المؤتمر اللي فات خلى فرد وبلانتيين لازم يمشي وبس كده. الحمد لله.